السلام عليكم. النهاردة هنعمل كعب الغزال او المنين. مقاديرها: كيلو دقيق منخول، معايا معلقتين سكر كبار، وانا واخده منهم معلقه للخميره، معلقتين سكر كبار، 3 معالق سمسم كبار محمصين، معلقه كبيره بيكنج باودر، نص معلقه صغيره ملح، انا حاطه معلقه كبيره ريحه الكحك، انا بحطها عادي، وعندي هنا معلقه ونص خميره، حط عليها شويه سكر عشان احط عليها الميه الدافيه. معايا كمان هي كوبايه ميه دافيه اهي، كوبايه ميه دافيه هحطها على الخميره اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. احطها على الخميره واقلبها عشان تخمر. ومعايا دول كوبايه زيت على كوبايه سمنه، انا مش اتحام ولا اي حاجه، دول يا دوبك مسيحه السمنه في الزيت وبس. يبقى انا معايا كمان ايه، عجوه اهي، هحط عليها معلقه سمنه واحط عليها معلقه سمسم وادعكهم في بعض عشان احشي بيها كعب الغزال. ومعايا كمان ملبن برضو هحشي بيه كعب الغزال. اول حاجه هعملها هحط كل مقاديري ديت هنا، اللي هو السكر والسمسم، 3 سمسم ومعلقه كبيره بيكنج باودر ومعلقه كبيره ريحه الكحك ونص معلقه ملح، احطهم هنا اهو. بسم الله. واقلب كل المكونات دي على بعضها كده. وبعدين احط دي كوبايه سمنه وكوبايه زيت، كوبايه سمنه وكوبايه زيت، حاطه زيت ذره. بسم الله الرحمن الرحيم. هحطهم كده وهبس الدقيق ده زي الكحك بالظبط، هخلي الدقيق يشرب كل السمنه والزيت دول. هقلبهم لغايه لما الدقيق يشرب السمنه، وابصهم كويس قوي لغايه ما زي الكحك بالظبط، زي طريقه الكحك بالظبط، نبصهم لغايه ما كلهم يشربوا من بعض كده، وتلاقي كل الدقيق ده لونه اختفى بقى بالسمنه والزيت. وبعد كده احط عليه باقي المكونات. انا بقى هدعكه كده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. انا همسكه كده بقى وهبتدي ان انا ادعكه بايديا كده، بس كده لغايه لما كل الدقيق يختلط بالزيت والسمنه، كانها عجينه بقى مع بعد كده يعني. اقعد ابس فيه شويه كده حلوين لغايه لما يتشرب، ما اشوفش لون الدقيق ده خالص فيه. هبسه بقى وارجع. انا هنا بسيت الدقيق كله اهو بالمنظر ده اهو. عندي هنا الخميره فارت ووقعت، بس المنظر اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. حط كوبايه الخميره، وقعت كلها خالص. وابتدي الم بايديا، بس برضو مش هعجن. بسم الله الرحمن الرحيم. هلم بس كده العجين في بعضه برضو زي الكحكه كده يعني. بعد ما بنبس ونحط برضو السمنه بتاعته والحاجه، بنلمها لغايه ما تبقى تتكون عجينه اهي. هلمها بقى وارجع لكم. انا لميت العجينه لقيتها ناشفه شويه، هحط لها بقى شويه ميه. انا واخده نص كوبايه ميه اهي، هحط حبه حبه. بسم الله. مش هحط الميه كلها.
وأعجنها تاني. مش هعجنها، هلمها برضو. في دي بيشرب جامد السوائل والسمنة. انا عملتها ولميتها، بس انا حطيت لها من دي كوبايه الا ربع ميه، حبه بحبه، لغايه اما العجينه بقت كده، بقت طريه كده. هي كده ما بتمطش اي حاجه، بتقطع عادي اهي، واهي كده بقت كويسه. دي بياخد سوائل كتير. هغطيها بقى واركنها. انا بعمل الحاجه بشكلها على الصواني وبسيبها تخمر. بعد كده هلمع الصواني بالزيت قماشة كده او منديل ورق، بنلمع الصينية بالزيت، وبعدين اشكل واحط فيها. هروح اعمل بقى العجوة واغطي دي وارجع لكم تاني. انا هنا حطيت معلقة سمسم كبيرة وحطيت معلقة سمنة، والعجوة انا كنت سايباها بره. بصوا هي طرية ازاي، يا دوبك بس هلفهم مع بعض كده، ادعكم مع بعض عشان لما اجي احشي بيها تبقى سهلة وطرية معايا. عايزة اعملها بقى صوابع، عايزة اعملها كور، عايزة افردها كده حتة عريضة تبقى سهلة معايا اهي. انما الملبن انا هسيبه زي ما هو كده، مش هعمله بسمنة ولا حاجة. انا هفرد العجينة وارصصه جوه العجينة. هو اصلا متقطع كمان حتت اهي، انا هحط الحتة على قد حتة العجمية بتاعتها وخلاص اهي. اشتريت ازاي اهي. عايزة بقى تشكليها زي ما انت عايزة. عايزة تعمليها صوابع اهي سهلة، عايزة تعمليها كور برضو اهي سهلة. اركنها بقى وامسح الصواني وابتدي اشكل. انا هنا حطيت عجينة على كيس تلاجة بلاستيك عادي اهو، وابتدي افردها. احط عليها كيس تاني كده. بسم الله الرحمن الرحيم. حطيت ايه افرد، خليها ورقة زي ما انتم شايفين كده اهي. اتقلبت معايا ونخليها رقيقة خالص عشان انا هضربها عارفاها. هحط برضه عجينة وافردها نفس الشيء وبعدين نشوف هنعمل ايه. ادي العجوة اهي كمان حطيتها اهي وبططتها كده بايديا شوية، وبعدين هبتدي افردها زي العجينة بالظبط. بسم الله الرحمن الرحيم. ما بتفردي بتاخدي من هنا من جوه كده على بره كده، فتلاقيها بتتفرد معاكي على طول، لان دايما كله في النص هنا بيبقى متكون. فانت لما تاخدي من النص كده على بره كده هتبقى رقيقه معاكي وهتتفرد معاكي بكل سهوله زي كده. اتفردت على طول ازاي عشان ما تبقاش كميه كبيره جوه حته العجينه اللي احنا بنعملها. ادي العجينه اهي بسم الله. ادي بسم الله. كده بسم الله. متقطعيش يلا. انا هحطها كده ورصصها على قد الايه كده، على قد العجين اهو كده. فردتها كيس عشان تبقى خفيفة ورقيقة تبقى اسهل كده.
كده برضو كده على العجينة. انا هنا فردت العجوة على العجينة. هبتدي بقى ابرمها اهو، ده الحرف بتاعها اهو. هبتدي اتني كده واجيب الكيس وابرم كده، تبقى اسهل بكتير ما بتحطيها كده وتشتغلي اهو. بس كده، وقطع العجينه دي بقى كده. بسم الله الرحمن الرحيم. شيل دي كده. انا كده حطيتها على الناحيه اللي فيها كده. ابتدي اقطع. بسم الله الرحمن الرحيم. قطعي حسب ما انت عايزه عريض، عايزاه صوابع، عايزاه عادي، ده حاجه ترجع لك انت. اوريكي دلوقتي انا هعمل فيها ايه. انا عندي هنا لبن بودره وعندي سمسم. انا دوبت اللبن البودره في شويه ميه هشتغل بيهم. بسم الله الرحمن الرحيم. هاخد بقى من دي واحده كده بس الشكل، خد واحده كده واحط حرفها في اللبن وبعدين حرفها في السمسم. وهرصصها في الصينيه. الصينيه اهي، احطها بقى في الصينيه كده واخليها على ابعاد ما يبقوش لازقين في بعض، عشان انا هسيبهم لسه هيتخمروا فهيزيدوا عن كده شويه. هعمل واحده تانية اهي كده، بس حلوه قوي من جوه. نعملها كده في اللبن البودره او اي لبن او ميه، يعني مش شرط لبن خالص، يعني ممكن ميه اهو. هسيبها على نفس المسافه كده وهكمل انا كده خلصت الصينيه الاولانيه اللي هي بالعجوه اهي، وتخليها كده متباعده شويه عشان لسه هيخمروا. انا بسيبهم يخمروا في الصينيه. هبتدي بقى اعمل اللي هو بالملبن. انا عندي الملبن اهو، هبتدي ارصصه كده. بسم الله اهو. وبرضو هبرمه زي ما عملت في العجوه كده. ابتدي برضو اخد حرف الكيس، اجيبهم بس شويه كده على الحرف. اخد حرف الكيس كده، الحرف بتاع العجينه ده ابتدي احطه عليه كده. الكيس بيسهل كتير على الواحد اهو. ابتدي اشد كده وابتدي ابرم تاني اهي. واقطع الزياده. بسم الله كده. ابتدي بقى اتك على الحرف ده، ونفضل سايبينها برضو على الحرف ده عشان ما يتفتحش مننا لما يبقى في الفرن.
بسم الله. افتحها برضو نفس الشيء. اهي. وبرضو هحطها واحدة تانية. بالشكل ده. وهحطها برضو في اللبن والسمسم يدوب بس بالحرفة من فوق كده، واحطها في السمسم. هكمل وارجع لكم. انا عملت الصينية اهي، دي بالملبن اهي بالملبن. هكمل بس الحتة دي على الملبن عشان لقيته عريض كبير قوي، يعني مش الملبنية قد ايه، فطلعت الواحدة كبيرة قوي. فانا فتحتها بالسكينة كده وهفردها كده وهشتغل على كده. هكمل الحتة دي على قد اكمل الصينية. بصوا انا بفتحها كده اهي. لو عايزة انت تدعكيها برضو بحتة سمنة عادي يعني دعكيها، بس انا قلت اعملها كده على طول اهي. وهبرمها برضو نفس الشيء اهي. بس خلاص اهي. تعال الحتة الفاضية مظبوطة بقى كده. واقطعها وبرضو هحط عليها اللبن والسمسم اهي. اعمل زي كده اهو، بغطسها في بس مش قوي يعني فوق الوش كده، عشان بس الحروف اللي فوق ديت تتملي بالسمسم زي كده. وهحطها برضو في الصينية ومش هنعمل ايه تاني. انا هعمل بقى المنين السادة دي. انا برمتها على ايديا كده وهبتدي ابرمها هنا كده اهي. وابططها كده عايزاها بقى كبيرة عايزاها صغيرة، حاجة ترجع لك انت. طبعا انت مخليهاش عريضة قوي، يعني متخليش السمك بتاعها ده عالي قوي لان هي بتخمر. وانا هقطعها كده قرايش. بسم الله الرحمن الرحيم اهي. بورب كده شوية. دي تشرب مع الشاي بتبقى جميلة. عايزاها اصغر من كده صغري، عايزاها اكبر من كده براحتك اهي. دي بصينية اهي. هرصصهم برضه في الصينية. بسم الله الرحمن الرحيم اهي. كل العجين يبقى في مسافة بينهم عشان لما يخمر ميلزقش في بعض اهي. المنظر ده كده
هكمل بقى الصينيه وارجع لكم تاني. بصوا كمان واحده اهي تاني، انا بفردها كده اهي كده، وابتدي افردها كده على الرخامه، متكيش عليها قوي، خفي ايدك كده عليها وصابعك اهي، وابططها كده. ده اللي هو الساده، منين الساده. بسم الله. ده برضو بحط على وشه بدهنه بالفرشة كده اللبن، وارش عليه السمسم. لو ما فيش لبن حط ميه، هي كل الحكايه احنا عايزين بس ايه السمسم يلزق عليه. طيب بسم الله. انا هنا انا قطعته كده، انا مش هحط عليه سمسم ولا حاجه، انا هحط بس عليه اللبن اللي انا عاملاه ده بس كده فوق الوش كده عشان يديله لون كده، واسيبه ايه يخمر بقى. اسيبهم كلهم يخمروا كده ساعه، ساعه الا ربع، حسب الجو يعني. اوريكم كمان التانيين، خلي دي انا بعملها بعدين. ادي ده العجمية، وده الملبن. ودي صينية تانية اهي، ودي حتة فايضة حطيت فيها برضو عجمية وعملتها حتة صغيرة. هدهنه بقى كله كده، هدهن وشه واسيبه بقى ايه يخمر. بصوا انا حطيت الصواني على بعض، حطيت الكبيرة على الصغيرة، اغطيها كده واغطيهم بقى واسيبهم يخمروا مع نفسهم. المهم تغطيهم عشان كمان وشهم ما ينشفش. اهو بسم الله الرحمن الرحيم، اهو خمر. هحطه بقى فرن، هو كده بقاله ساعة، ساعة الا 5 دقايق. وادي التانية اهي، حاطة دول كمان اهو المختمر. بصوا زادوا ازاي. هدخلهم بقى الفرن على درجة حرارة 100 انا عندي درجة الحرارة يا 180 يا 200 كده. انا هحطها على 165 عشان انا مش عايزاها عالية عشان العجين يستوي. انا طبعا كنت مسخنة الفرن من قبلها بربع ساعة، ومشغلة كمان المروحة بتاعته، هسيبه بقى لما يستوي لوحده. انا طلعت اهو كعب الغزال اللي هو بال... بال... اللي بالعجوة اهو سواء سخن. انا لسه مطلعه الصينية اهو، وده اللي بالملبن برضه اهو مستوي اهو. وحطيت التاني، وحطيت المنين السادة الفرن. بصوا بقى نفش ازاي وكبر ازاي لما خمر. اسيبه برضه يستوي في الفرن ويكمل سواه. هذا المنين لسه مطلعاه من الفرن اهو، هو لونه حلو احلى من كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو مستوي من تحت ومن فوق، بس اللبن مديله لون حلو ازاي. والواحدة كمان يعني تحس ان هي بصي زادت قد ايه، سخنة اوي. الواحدة زادت قد ايه اهو، بس لونه جميل ازاي. من هنا والشفا. لسه في بقى صينية صغيرة كمان هطلعها هي كمان لما تستوي واوريلكم في الاخر. وادي كعب الغزال بعد ما استوى اهو، شو جميل ازاي، سوا جميل حلو قوي. وبرده بالملبن اهو، ده بالملبن سوا حلو قوي. دي بقى اللي انا عملتها رقيش كده، حلوة حلوة حلوة.
بصي لونها برضو جميل. على فكرة اللبن بيخلي المعجنات يعني لونها حلو وليها لمعة. بالهنا والشفا.